مساكم الله بالخير احبابنا المشاهدين، ان شاء الله ليلتكم مباركه وكل سنه وانتم طيبين. من ميعاد لجواد وهدرزه الميعاد واللمه متاع التريس الباهي نحييكم ان شاء الله، ربي يبارك فيكم وكل سنه وانتم طيبين. يحكوا على لمه لجواد وسهاري هنا، ديما السهاري يكون فيها الميعاد المليح والرطب والناس تاخذ وتعطي فيها في كلام الاولين. زمان يحكوا على شاعر من شعراء الوطن، الشاعر ممين عون البز، سافر في 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 خدمه وقوت، والناس كانت تخدم وكانت طبعا من غير مركوب ومن غير كذا، يعني تمشي على المواشي وعلى البل وعلى فيفارق بنادم في صغاره ويفارق في احبابه ويفارق في اصحابه. بعد في الجنوب يقول ما بين جالو وجله وجخره، تلقى الذكر هارب ومخلي ذره. بنادم يهرب من القوت ومن الخبزه ويدور في العيش، يهرب ويخلي في صغاره ويخلي في حبابه ويخلي في رفاقته ويغيب على الاوهام وعلى البر وعلى النجع. فيقول الله يرحمه ويسامحه ما بين جالو وجله وجخره، تلقى الذكر هارب ومخلي ذره. وايضا عندنا الشاعر ينقال بشير شيحه اللي يغني على الايام، يقول الايام يلي ناشدين عليهم غبيات غير الله يعلم بيهم. يقول لاخوه ممين الله يرحمه، يقول الايام رده برده، والايام مره خير مره شده، يدوروا مدار القلب تحت العده، وساعات من عمرك تفوت فيهم، وما يدوم حال وكل شيء يتعدى تصبر لهم، ولا سوا تبكيهم. الايام يلي ناشدين عليهم غبيات غير الله يعلم بيهم. طبعا احبابنا المشاهدين، الشاعر يقول في كلام تصغاه الناس اللي تفهم في الشعر، ويظهر في أشياء لها حكمة ولها معنى وتفرج على القلب، تفرج على كل قلب. يقول الشاعر أحمد الصويعي الله يمسيه بالخير، بين الحياة والموت نرجى فيهم قصر وخطايا ما قدرت نجيهم. وتوا معانا تسمعوا بين الحياة والموت، والتحية والتقدير لكم أينما كنتم. شكرا.
شو خلوه